أهلا وسهلا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير جات جيتكم بوصفة ليزابا. الله الله، كانت عندي ليزابا غير تاع زوج دجاجات برك. هنايا شوف كي درتها بحميصه. الله الله، نبداو ولا بسم الله تبارك الله. عندي كبد الدجاج مقنزه مع القلب، بصل، ثوم، راس الحانوت، فلفل حلا، كريم، ملح، راس كركم عفوا. يكون عندي هنا في كوكوط، درت هذيك الكانزه مع القلب، نحركهم مليح هكذا. ومن بعديك هنا نكون نغمها باش تطلق الماء كامل اللي فيها، خليها تطلق كامل داك الماء كيما هكا. بعد اللي تنشف من معها، بعد اللي تتقلى كيما هكا، تدي تحميره. الله الله، هنايا شوفوا نزيد عليها البصل ونحرك نذبلو مليح مليح هنايا باش يعطينا بنه شابه. زدت هنايا غير مغرفه صغيره باك تاع الزيت، زدت هنا الثوم ثاني كنحك باش متحكش. هنا درت نص حبه طماطم، زدت ثاني ملعقه، نصف ملعقه طماطم مصبره ثاني قليتها في ديك الزيت. الله الله، هنايا زدت لي زيبيس ومن بعد مرقت. وهنايا درت الحميصه والشعوش كما راكم تشوفوا. خليتها هنا بلعت عليها الكوكوط واحد 10 مينيت هكاك برك قد ما طابت لنا ديك الكانزه مع القلب. هيا شوفوا كي جات لاصوص. الله الله، من بعد هنا نروح نقلي الكبده تاعي، درتها في مقله، خليتها ثاني طلقت كامل هذاك الماء تاعها. بعد اللي نشفت حركتها مليح، بعد اللي نشفت درت لها شويه زيت، حركتها مليح. بعد اللي تقلات او ثاني قليت لها البطاطا. وشوفوا كيفاش حطيتها في طبق التقديم كيفاش جات. شوفوا ديك لاصوص. الله الله، شهيتكم في الجنه ان شاء الله بوصفات اخرى مع اقتراب شهر رمضان المبارك.